السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد نظرة سريعة على الآلة الحاسبة الجديدة اللي هي 991 CW والفرق بينها أو المميزات الجديدة عنها عن الآلات الحاسبة القديمة. طيب زي ما انتم شايفين كده الآلة الحاسبة دي بتتفتح بالشكل ده من هنا أهو، تمام. هتلاقوا حتة طويلة فوق وحتة قصيرة تحت. الحتة الطويلة دي بتبقى ناحية الشاشة، بتاع ده عايز اقفلها بعمل الحته القصيره الاول وبعد كده بضغط على الحته الطويله دي، تمام. طيب عايز بقى افتح اهو، افتح. طب عايز بقى احط الاله كده اهو، الاله اهي زي ما انتم شايفين. ابدا احط الجزء اللي تحت الاول وبعد كده اضغط فوق او العكس، مش فارقه اهو. ضغط بس ابعد عن الضغط ناحيه الطاقه الشمسيه عشان ما يحصل لهاش حاجه وابدا اشتغل، تمام. في الالات الحاسبه الجديده كان زرار الاون ناحيه اليمين، دلوقتي اصبح ناحيه الشمال. اقدر افتح الاله الحاسبه بتاعتي كده، ولو عايز اقفلها بضغط زرار الشيفت، تمام. زرار الشيفت مازال موجود، شيفت مع زرار الاي سي، يبقى كده انا قفلت الاله الحاسبه، تمام. طيب هنا زرار الالفا اللي هو الزرار اللي هو كان باللون الاحمر اللي كان بيعمل وظائف تانية اصبح مش موجود. اصبح مش موجود عندي غير زرار الشيفت، تمام. زرار الشيفت ده زي ما انتم شايفين بيشتغل مع كل حاجه فوقيها موف، لان هو لونه موف فبيأدي كل الوظائف اللي موجوده دي، تمام. الاله الحاسبه هنا تميزت بان هي اصبحت بتجمع كذا وظيفه في زرار واحد عشان تختصر عدد الزراير، تمام، وتقلل عدد الزراير على الآلة. زي ما انتم شايفين الآلة الحاسبة الصغيرة مش كبيرة، في نفس الوقت خامتها جميلة وممتازة يعني، تمام. طيب في هنا بقى زيادة كمان، في زيادة ده الزرار ده بتاع يعني لما بيبقى فيه قايمة بيجيب لي البداية، والزرار ده بيجيب لي النهاية. وليكن أنا عندي ليست زي دي مثلا، في بداية ممكن أنزل أهو تحت كده 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 أهو، لكن شايفين الزرار ده يجيب لي اول بدايه اول قايمه، والزرار ده يجيب لي نهايه القايمه، اخر حاجه في القايمه، تمام. ده هنا ميزه الزرار الجديد ده، ان هو بيجيب لي البدايه والنهايه، دي حاجه زياده، تمام. ايه تاني زياده؟ نبص كده. طبعا الاحصاء موجوده في الالات الحاسبه القديمه. طب ايه الزياده هنا؟ الزياده هنا بقى ان هو بدا يجيب لي حاجات زياده زي ايه؟ زي يجيب لي الوسيط، يجيب لي المدى الربيعي، يجيب لي الربيع الاول، يجيب لي الربيع الثالث، يجيب لي القيمه العظمى القيمه الصغرى. دي حاجات ما كانتش موجوده قبل كده. خانه الديستريبيوشن دي هي خانه التوزيع الطبيعي، طبعا هيستفيد منها طلبه ادبي في ثالثه ثانوي، تمام. فيها طبعا توزيع الطبيعي والمعياري والغير معياري، وفيها ايجاد المساحه وعكسها طبعا، وفيها طبعا توزيع بتاع ده ذات الحدين وتوزيع بواسون، تمام. ايه تاني كمان هنا؟ سبريد شيتس دي هنا دي زي كده الاكسل، عندي الجدول التيبل هنا طبعا في بتاع جي اوف اكس وفي اف اوف اكس، هنا دلتين مش دله واحده، تمام. وهنا دي طبعا الليسته بتاعه الايكويشن زي القديمه بالظبط، بس هنا ضموا لها السولفر اللي هي حل المعادلات اللي كانت موجوده في قبل كده لوحدها منفصله، لا هم ضموها مع القائمه دي. طبعا هنا الزر ده هو زر الرجوع، تمام. ايه تاني؟ الاعداد المركبه زي ما هي. طبعا هنا التحويل بين النظام الثنائي والثماني والسادس عشر والكلام ده كله، تمام. هنا طبعا المتجهات، هنا النسبة عملوا لها قائمة لوحدها، إيجاد النسبة قائمة لوحدها. وهنا في الزيادة اللي هي هنا الماس بوكس دي، هنا طبعا إيجاد الاحتمال رمي الظهر ورمي عملة معدنية، وإن شاء الله نبقى نشرح الكلام ده بإذن الله. طيب هنلاحظ هنا بقى اختفاء زرار الكالك واستبداله بزرار الاف اوف اكس، تمام. ميزه الزرار ده وهنبقى نشرحها فيما بعد ان هو بيديني بدل ما اعمل كالك لداله واحده، لا ده بيديني اعمل كالك لدالتين، وممكن استخدمها طبعا في منهج تانية ثانوي اللي هو
منهج اللي هو تركيب الدوال، دي حاجة جميلة جدا يعني. كذلك زرار الانسر بدل ما كان تحت اصبح هنا بقى موجود فوق. برضو في ميزة جميلة قوي عملوها، ان هم جمعوا الفاريبلز كلها اللي هي المتغيرات، يعني الاي والبي والسي والدي والاكس، جمعوها في زرار واحد، واستغنوا عن زرار الستور اللي كان موجود قبل كده في الآلات الحاسبة الجديدة. اقدر اختار اي متغير من دول واخزن فيه اي قيمة انا عايزها، وبعد كده اقدر استخدم القيمة اللي انا خدتها. تمام، يعني مثلا هنا زي ما انتم شايفين الاكس متخزن عليها قيمة، اقدر ان انا الاكس دي استخدمها. تمام، ان انا اكتب هنا اكس تربيع واجيب الناتج بتاعها او القيمة بتاعتها اهي. تمام، وفي نهاية الفيديو ان شاء الله هبتدي اوعدكم ان انا هعمل سلسلة كاملة عن الآلة الحاسبة دي المميزة جدا، فيها تركات رهيبة بجد هتفيدك كطالب أو مدرس بالأخص يعني. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم، وأي استفسار أنا تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.